ما يكفر الله عز وجل به الذنوب الهم. وقد جاء في كتاب القدر لعبد الله بن وهب رحمه الله تعالى أن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أعظم ما يجده المؤمن في صحيفة حسناته يوم القيامة ما أصيب به من هم وحزن في الدنيا. فالهم أمره عظيم، ولذلك أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهم عظيم لم يصب به أحد. ثم قال: أو حزن. والفرق بين الهم والحزن: الهم للأمر المستقبل، والحزن على ما مضى، إذا فقد حبيبا أو عزيزا أو مالا أو وظيفة أو غير ذلك من الأمور. ولكن ليس هذا من فعل العبد، وإنما هو من فعل الجبار جل وعلا، وهو رحمة للمؤمن دون من عداه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهو بشرى للصابرين والمؤمنين. أعظم ما يكفر الله عز وجل به الذنوب الهم.